السلام عليكم اصحابي وحبايبي. هنعرف في الفيديو عدد المفاعلات النووية اللي موجودة في العالم وفي كل دولة كام مفاعل، ويا ترى في حاجة اسمها قنبلة نووية ولا دي مجرد عبارة عن خدعة استراتيجية استخدمتها الدول الكبرى للسيطرة على الدول النامية اللي هو احنا من الآخر. هنشوف. الولايات المتحدة الأمريكية عدد المفاعلات النووية فيها 94 مفاعل نووي، أكبرهم اللي موجود في تكساس. أما الصين 57 مفاعل نووي موجود، أكبرهم في مدينة شنغهاي. أما فرنسا فعدد المفاعلات النووية فيها 57 مفاعل نووي، أكبرهم موجود في مدينة ليون. أما روسيا عدد المفاعلات النووية فيها 63 مفاعل نووي، آسف 36 مفاعل نووي. كوريا الجنوبية عدد المفاعلات النووية فيها 26 مفاعل نووي. أما بالنسبة للهند، ودي تعتبر دولة صهيونية بتدعم الكيان بكل ما أوتت من قوة، عدد المفاعلات فيها 20 مفاعل نووي وبتسعى الوقت للزيادة. كندا عدد المفاعلات النووية فيها 17 مفاعل نووي. أما أوكرانيا والحرب اللي دايرة فيها دلوقتي حوالي 3 سنين، فعدد المفاعلات النووية اللي موجودة فيها 15 مفاعل نووي. ندخل على اليابان اللي حصلت فيها مجزرة هيروشيما وناجازاكي، فعدد المفاعلات النووية اللي موجودة فيها 14 مفاعل نووي رغم التفجيرات اللي حصلت فيها. أما بريطانيا فعدد المفاعلات النووية فيها 9 مفاعلات نووية. أسبانيا فيها 7 مفاعلات نووية. التشيك فيها 6 مفاعلات نووية. أما باكستان فبرضه فيها 6 مفاعلات نووية. السويد كمان فيها 6 مفاعلات نووية. بلجيكا فيها 5 مفاعلات نووية. أما بالنسبة لسويسرا فيها 4. أما بالنسبة لدولة المؤامرات العربية الشقيقة فعدد المفاعلات فيها 4 مفاعلات نووية، وبدأت أول مفاعل نووي كان في عام 2020. الأرجنتين عدد المفاعلات النووية فيها 4 مفاعلات نووية، رغم إن أهل الأرجنتين يعني مش لاقين ياكلوا زي ما بيقولوا. أما إسرائيل فعدد المفاعلات النووية فيها 2، أكبرهم مفاعل ديمونة وده مشهور أغلبية العرب عارفينه. بيلاروسيا عدد المفاعلات النووية فيها 2. البرازيل 2. أما بلغاريا ف2. أما بالنسبة للمكسيك، ودي كانت مفاجأة ليا، فعدد المفاعلات النووية فيها 2، ومستغرب ازاي الولايات المتحدة الأمريكية سمحت بوجود على حدودها، بس أكيد عاملين يعني احتياطاتهم كويس. جنوب أفريقيا عدد المفاعلات فيها 2. رومانيا عدد المفاعلات النووية فيها 2. إيران عدد المفاعلات النووية فيها 1، وده عامل رعب اليوم كتير. أما بالنسبة لهولندا فعدد المفاعلات النووية برضو فيها 1. طيب، في حاجة اسمها قنبلة نووية ولا مفيش؟ الحقيقة السؤال محير جدا. أغلبية الناس بتقول فيه، بس طلع كتير من العلماء أكدوا إن مفيش حاجة اسمها قنبلة نووية. طب هتقولي اللي حصل في هيروشيما وناجازاكي ده إيه؟ ولا الصيام أثر عليك ولا إيه؟ هقول لك. العلماء أكدوا إن دي مجموعة من القنابل المركزة، وكان يعتبر برضه سلاح فتاك بس مش نووي. تم ضغطه والقائه على الأماكن دي، فحصلت انفجارات رهيبة. طيب بالنسبة للناس اللي ساحت والناس اللي حصلت اللي احنا شفناه بالنسبه للتصوير، اهو التصوير ده بقى كان من ضمن النقاط الاساسيه اللي بتقول لك مفيش حاجه اسمها قنبله نوويه. لان لو في تصوير المصور نفسه هيسيح والمعدات هتسيح، ده اول حاجه. تاني حاجه، القنبله النوويه زي ما احنا درسنا اول ما بتجع بتوقف كل الذبذبات اللي موجوده. يعني في تلفزيون موجود قدامك الذبذبات بتاعته انتهت، بيبقى مجرد حديده. التليفون اللي انت ماسكه برضه يعتبر حديده. ايه الساعه، حتى الساعه بتجف، فما بالك بطيارة طايرة؟ يعني القنبلة رمت الطيارة برضو بتفضل ماشية. صعب جدا. هتقول لي سريعة، هقول لك مش بسرعة الضغط الناتج مرة واحدة. ديت حاجات بتأكد ان مفيش حاجة اسمها قنبلة نووية. اما النقطة الأساسية اللي استندوا ليها العلماء ان اي قنبلة نووية لما بتترمي او اي قنبلة بتخيلك لازم تعمل حفرة في الارض، فما بالك بقنبلة نووية لما تجع بتعمل حفرة كبيرة بتصل لمئات الكيلومترات تحت. اما هيروشيما وناجازاكي ما كانش في اي مجال لاي حفره، ما فيش حفره، ما فيش. امريكا بررت وقالت لك احنا ضربنا القنابل على تبه مرتفعه ما يقرب من 600 متر، حتى لو 600 متر اساسا كان عملت فجوه. لكن وليه ترميها اصلا على 600 متر وانت اصلا قاصد ان انت تذل اهل اليابان اللي دمروا الاسطول بتاعك في مانيلا اساسا، وقتلت منهم ما يقرب من 400 ألف واحد؟ فليه؟ فالأدلة ديت أساسا بيقول لك إن مفيش حاجة اسمها قنبلة نووية أساسا. مفيش حفرة لما اترمت القنبلة الطيارة وصلت
كان في تصوير، إزاي في تصوير أساسًا؟ دي كانت من ضمن الحاجات اللي موجودة. وناس كتيرة أكدت إن ملك اليابان أو الإمبراطور اليابان لمّا حس إن هيروشيما وناجازاكي بدأت تعمل ثورات واستقلال، عمل اتفاق بينها وبين أمريكا مقابل إن ده يحصل ويتم إنهاء الحرب وهو يفضل ملك في اليابان، اللي هي أسرة الماتشو، وديّة مشهورة وموجودة لحد دلوقتي. فعاوز رأيكم في التعليقات، تقولوا لي يا ترى في حاجة اسمها قنبلة نووية والّا لأ؟ ومعلومات عدد المفاعلات النووية اللي موجودة في العالم فاتكم والّا لأ؟ ما تنسوش تعملوا follow متابعة. السلام عليكم.